السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي واخواتي، يا رب دايما تكونوا بخير. تكملة للحلقة اللي مش عايزة تخلص، بيت العيلة. جات لي رسالة والله، يعني معرفش، يعني اسلوبها ساخر شوية، والنهاية بتاعت قصتها كانت مفاجأة ليا، بس حبيت اسلوب الكتابة وحبيت الشخصية. ربنا يسعدك يا رب ويهنيكي ويهدي سرك. الدعوة بتاعت امهاتنا كلنا. نخش في الجد على طول، بلاش رغي كتير، يلا بينا. ودلوقتي مع النضارة، رفيقة الدرب. اي حاجة بعد كده فيها قراية لازم يبقى فيها نضارة. نبتدي. الرسالة بتقول: أنا أميرة، مشيها أميرة يا سمسم، متجوزة بقالي 3 سنين، ساكنة في بيت عيلة. المفروض إن احنا كنا متفقين إن احنا هنبتدي في حياتنا لغاية ما نوفر شوية ونبقى نشوف حاجة أحسن، لكن طلعنا عايشين في بيت بنتسحل فيه نفسيا وجسديا كل يوم، لحد ما بقينا مجرد أشباح عايشين مع بعض في البيت. يا جماعة، بيت العيلة ده مش بيت، ده حياة غريبة ما كنتش عاملة حسابي عليها. بيتنا متقسم كده: الدور الأرضي في حماتي، ربنا يديها الصحة، بس صوتها بيسمع ل7 سما مش ل7 جار. الدور بتاعنا وجوزي، والدور اللي فوقي في سلفتي واخو جوزي الكبير، ودي بقى بتحب تتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياتنا. خدي أول صدمة يا سمسم. بعد أول أسبوع حماتي لقيتها دخلت عليا من غير استئذان. لقيت اللي بتهزني وبتصحيني وأنا على سريري وفي أوضة نومي، وبتسألني انتوا نايمين لغاية دلوقتي ليه؟ طبعا هنفتكر بقى رايا وسكينة، حتى هي كاتبة بتقول: كنت عايزة أرد عليها بطريقة رايا وسكينة بس مش بالكلام طبعا. سكت لغاية ما سمعتني كلمتين عن الصحيان بدري والفطار الساعة 7 الصبح والغدا اللي كانت بتخلصه على 12 الظهر، وإن حياتي دي كده مش هتنفع. بس لما نزلت حصلت خناقة جامدة جدا بيني وبين جوزي. إزاي أمه تدخل علينا أوضتنا بالشكل ده من غير استئذان، وإزاي واخدة مفتاح شقتي من غير ما أعرف. وعدني إنها مش هتتكرر وإن دي آخر مرة وتأسف، بس للأسف أصبحت عادة عندها، وبقى طبيعي ألاقيها على دماغي حتى وأنا في الحمام عادي جدا. بقيت بقفل كل باب ورايا عشان ما تفاجئش بيها قدامي، وسكت عشان حياتي تعدي. انت مفكرة يا سمسم ان دي اكبر مصيبة؟ لا، ده المصايب كبيرة قوي وكتيرة قوي في بيت العز يا بيتنا اللي انا عايشة فيه. اصبري معايا واسمعيني للاخر. عدى الاسبوع الاول، بدأت العزومات الاسبوعية. كل يوم جمعة البيت يتجمع، ومفيش مانع ان عمه فلان يجي بعياله وعمته علانة تيجي بعيالها وعيال عيالها. وانا اللي اصحى من الصبح بدري انزل السوق اجيب الحاجة واجي اوضبها واحضرها، وسلفتي تنزل بعد صلاة الظهر تحط التاتش بتاعها، وحماتي تتغنى بيها وبتعبها وبشقاها معاها، وانا ولا كأني موجودة. اصل سلفتي مرات الكبير فهي الكبيرة. يا غلبيانة، هي اللي كاتبة. ده غير بقى ان سلفتي مش طايقاني اصلا وبتعمل اي حاجة عشان تغيظني، وفي كل مرة كنت بستحمل واقول لنفسي احنا سلايف مش لازم نحب بعض يعني. اما جوزي بقى فهو اطيب من الطيبة نفسها،
وهو اللي مصبرني على اللي أنا فيه ده. بس طيبته ساعات كتير بتبقى كارثة. يقول لي معلش دول أهلي وإحنا تحت سقف واحد، لازم تستحملي ونعدي الأيام. بس خلاص والله ما قادرة استحمل. كل حاجة في البيت لازم اخد موافقة مختومة بالقهر والذل من الست حماتي. حتى لما قررت اعلق حبة ستاير جداد، حماتي قالت لي الالوان دي بيئة قوي، ما تعمليش حاجة بعد كده غير لما تاخدي رأيي وتستأذنيني. ده غير اني لازم اسأل قبل ما ادخل المطبخ وقبل ما انشر الغسيل وقبل ما افتح حنفية المية. مرة كنت عاملة كيكة بسيطة عشان عيد ميلاد ابني الأول. جت سلفتي قالت لي انتوا بتعملوا حفلة ولا ايه؟ قلت لها لا والله، دي حتة كيكة بسيطة عشان عيد ميلاد ابني الأول. قالت لي عيد ميلاد ابنك؟ هو ايه؟ أي فلوس بتتصرف وخلاص؟ ده عيل صغير لسه ما يفهمش حاجة، ايش عرفه هو بعيد الميلاد ومش عيد الميلاد؟ سكت وحطيت جوايا زي كل مرة. بدأت أحس إني مش ساكنة في بيت، أنا ساكنة في سجن، كل حركة محسوبة وكل نفس متراقب. حتى العلاقة بيني وبين جوزي بدأت تبرد، بقينا بنتخانق على حاجات ملهاش قيمة، بس حقيقتها إن في ضغط نفسي علينا ومش عارفين نتنفس منه غير عن طريق الخناقات اللي ما بيننا. قررت أكلم جوزي بوضوح، قلت له أنا مش قادرة أكمل كده، نفسي نعيش في مكان نملكه ويبقى مخصوص بتاعنا احنا. رد بكل بساطة اصبري سنة كمان. قلت له أنا مش ضد الصبر، بس الصبر على كل حاجة فيها أمل، مش على كل حاجة فيها وجع. وفي يوم حصل اللي قلب كل حاجة. كانت حماتي عاملة عزومة كبيرة بدون ما تبلغنا، جت وفتحت الباب علينا الساعة 3 العصر وقالت لي جهزي الأكل ل 12 شخص جايين من السفر دلوقتي. 12 يا سماح، وأنا أصلا ما كنتش محضرة حاجة حتى لبيتي. ولما قلت لها طب كنت بلغيني من امبارح، قالت لي هو أنا محتاجة استأذن في بيت ابني اللي أقول عليه يتنفذ. الموقف ده كان القشة اللي قطمت ظهري ووقعتني. دخلت أوضتي وقعدت على الأرض، عيطت لحد ما حسيت إني مش سامعة صوتي، وجوزي واقف ساكت مش عارف يقول إيه. بعدها بأسبوع بدأنا ندور على شقة، لقى واحدة قريبة من شغله، بسيطة وصغيرة مش جديدة، بس خدناها ونقلنا. وساعتها فهمت إن أقل مساحة ممكن تحتوي أكبر حب لو فيها حرية وهدوء. دلوقتي علاقتنا رجعت تهدى، بقيت أضحك من قلبي من غير ما أفكر مين بيسمع، بقيت أطبخ اللي بحبه من غير ما استأذن، بقيت فعلا مش واحدة بتجري تهدي الناس عشان ابنها يعرف ينام شوية. سماح، مش كل بيت عيلة سيء، لكن لو البيت بيت واحد ومحدش راضي يسيبلك ركن تتنفسي فيه لازم تخرجي. العيشة من غير احترام كأنك عايشة في قلب النار. واحنا اتجوزنا عشان نبدأ حياة، مش نكمل مسلسل التوتر اللي كنا عايشين فيه. أنا مش بقول بيت العيلة دايما وحش، بس بقول لما العيلة تاخد كل حاجة والست ما يبقاش ليها أي حاجة يبقى فيه غلط بيحصل. العيلة اللي مش بتسيبلك مساحة تتنفسي فيها هتخنقك مهما كانت نيتها طيبة. حطوا خط تحت الحتة دي. ساعات كتير فعلا بتبقى النية طيبة بس الأسلوب غلط. وبكده تكون رسالتنا النهاردة خلصت. أنا حبيت بس أشارككم الرسالة دي وأوريكم إن ممكن أي حاجة تتحل بالعقل وبالهدوء وبالأدب وبالاحترام. بس هي بعت نصيحة لكل بنت متجوزة ببيت عيلة: حافظي على خصوصيتك من أول يوم عشان حياتك ما تتدمرش. مستنية رسائلكم اللي قايمة عليها فكرة على المصطبة. مستنية ان احنا نفضفض مع بعض، نطبطب على بعض ولو بكلمة.
بعتولي على الفيس على الخاص. في مسابقة هكتب لكم السؤال بتاعها في أول تعليق على الفيديو، وهنختار بطريقة عشوائية الإجابة الصحيحة. هيبقى يعني المسابقة بسيطة وسؤال بسيط جدا عن حلقة من الحلقات اللي فاتت، والجايزة بتاعتها هتبقى حاجة رمزية جدا، 200 جنيه هيتحولوا على فودافون كاش لصاحب النصيب. جاوبوا على السؤال، اعملوا الاشتراك، اعملوا لايك، بعتولي الرسائل اللي قايم عليها على المصطبة. ان شاء الله بإذن الله في يوميات جديدة قريب هتنزل. انا بس مستنية اخلص توضيب الشقة زي ما قلت لكم. هيبقى في حاجات لذيذة، حاجات دمها خفيف ومقالب، اتمنى انها تنال اعجابكم. وفي فكرة كده مجنونة بتدور في دماغي، اول ما هنفذها هنزلها لكم واشوف رد فعلكم ايه، ولو عجبتكم هستمر فيها بإذن الله. اشوفكم على خير، سلام عليكم.